تخيل معايا كده وانت واقف في شباك بيتك في ليلة هادية والنجوم منورة السما، وفجأة بتشوف ضوء غريب في الأفق، حاجة بتلمع وبتقرب بسرعة جنونية. وده مش شهب ولا طيارة، ده نيزك ضخم ضخم جدا وبيجي ناحيتنا مباشرة. والسؤال هنا، ايه اللي هيحصل لو النيزك ده فعلا اصطدم بالأرض؟ وهل في فرصة اننا ننجو منه؟ تعال نرجع بالزمن ورا شوية ونتكلم على اللي حصل قبل كده. أكيد سمعت عن الديناصورات. تعرف ايه اللي حصل للديناصورات؟ تعال اقولك. من حوالي 66 مليون سنة كان في عصر اسمه العصر الطباشيري، والديناصورات كانت الملوك الحقيقية للأرض في الوقت ده. حيوانات عملاقة ماشية في الغابة، وفي اللي بيطير في السماء واللي بيعيش في البحار كمان. بس فجأة كل ده انتهى. أيوة انتهى بسبب نيزك ضخم حجمه تقريبا زي جبل اصطدم بالأرض في مكان اسمه دلوقتي شبه جزيرة يوكاتان، والمكان ده بالفعل موجود في المكسيك. النيزك ده عمل حفرة عمقها حوالي 30 كيلو متر وتسبب في كارثة بيئية مرعبة. الحرارة كانت مهولة جدا، حرائق عمت الكوكب كله، والغبار غطى السماء، والشمس اختفت تقريبا، النباتات ماتت، والمية بردت، والديناصورات ومعاهم كائنات تانية كتير انقرضوا بالكامل. ودي كانت أكبر عملية انقراض في تاريخ الكوكب لحد النهاردة. طيب لو حصل الاصطدام ده النهاردة، دلوقتي احنا عايشين في عالم متقدم، عندنا تكنولوجيا وأقمار صناعية وإنترنت وموبايلات، بس لو نيزك بالحجم ده أو حتى أصغر شوية اصطدم بالأرض، التكنولوجيا دي كلها مش هتنفعنا بأي حاجة. لو النيزك صغير غالبا ما هيتحطم في الغلاف الجوي ومش هنحس بيه، غير إننا ممكن نشوف ضوء في السماء. لكن لو حجمه مثلا بحجم ملعب كورة أو برج القاهرة، هنا هتبقى الكارثة الحقيقية. وأول حاجة هتحصل هي موجة انفجارية هائلة. ولو النيزك ده اصطدم بمنطقة مأهولة بالسكان زي مدينة كبيرة أو حتى بلدة بالكامل، الانفجار ده هيبقى أقوى من آلاف القنابل النووية، والصوت هيوصل لآلاف الكيلومترات، والضغط الهوائي ممكن يهدم مباني على بعد مئات الكيلومترات. النيازك دي سرعتها في الغالب بتبقى فوق 20 كيلومتر في الثانية الواحدة. تخيل كده جسم حجمه آلاف الأطنان بيقع بالسرعة دي على الأرض، هيسبب زلازل رهيبة وتسونامي في البحار، وحرائق مش هتعرف تطفيها أي أجهزة إطفاء. وبعد كده هيبدأ مرحلة الشتاء النيزكي. الغبار والرماد اللي هيطلع من الاصطدام هيوصل للغلاف الجوي وهيفضل فيه لشهور أو ربما سنين. الشمس مش هتقدر توصل للأرض، والضوء هيقل، ودرجة الحرارة هتنخفض بشكل كبير جدا، وده هيأثر على الزراعة، والنباتات مش هتقدر تعيش من غير شمس، والحيوانات اللي بتتغذى عليها كلها هتموت. وده معناه مجاعة كبيرة جدا على كوكب الأرض. سلاسل الإمداد هتنهار، والاقتصاد هيقع، والمجتمعات هتدخل في فوضى كبيرة جدا. الشتاء النيزكي ده مش هزار، ده ممكن فعلا يستمر سنين، والعالم كله هيتغير. طيب هل لو في نيزك جاي على الأرض، هل ممكن نمنعه؟ هل في أمل؟ في الحقيقة إن العلماء شغالين من سنين على رصد الأجسام الفضائية اللي ممكن تمثل خطر على كوكب الأرض. في وكالات فضاء زي ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية بيعملوا خرائط للمذنبات والكويكبات اللي ممكن تقرب من كوكبنا، وفي مشروعات كتير تحت الدراسة زي مركبات فضائية تقدر تغير مسار النيزك عن طريق الاصطدام فيه، واستخدام أشعة ليزر قوية من الأقمار الصناعية لتفتيت النيزك ده، وحتى استخدام جاذبية مركبة فضائية علشان تسحب النيزك ده بعيد عن الأرض. بس هنا في مشكلة، كل ده لسه في مراحل التجربة، ومعظم الخطط دي بتحتاج سنين من التحضير. يعني لو نيزك فجأة طلع علينا من مكان مش مرصود ومعناش وقت كفاية، يبقى مصيرنا في خطر حقيقي. وهنا يجي سؤال، هل احنا فعلا في خطر دلوقتي؟ لازم تعرف ان كل سنة الارض بتتعرض لآلاف النيازك الصغيرة، ومعظمها بيتحطم في الغلاف الجوي. بس في نيازك كبيرة فعلا بتعدي قريب من الارض وبتفلت من المراقبة. في سنة 2013 في نيزك انفجر في مدينة جوه روسيا، وكان قطره حوالي 20 متر. رغم صغر حجمه نسبيا، بس تسبب في انفجار هوائي كسر نوافذ آلاف البيوت وجرح اكتر من 1000 شخص. يعني اهو الموضوع مش بعيد خالص. طيب تفتكروا ممكن نعمل ايه؟ ونخاف ولا منخافش؟ اول حاجة نثق في قدرة الله عز وجل، ونعرف ان الكون ده مش عبثي، ولكن اتخلق في نظام. ربنا عز وجل ليه حكمة في خلقه. وكمان نثق في العلم ونساند برامج الفضاء اللي بتحاول تحمينا. وتاني حاجة نكون مستعدين، مش بالهلع لكن بالوعي والمعرفة. النيزك مش معناه نهاية العالم فورا،
بس هو تهديد حقيقي، ولو جه فجأة وما كناش مستعدين ممكن فعلا يكون ليه تأثير كارثي. وفي النهاية السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، هل البشرية فعلا مستعدة للي ممكن يحصل؟ هل احنا بنستخدم العلم والتكنولوجيا مش بس علشان نعيش احسن، لكن كمان علشان نحمي نفسنا من كوارث طبيعية زي دي؟ اكتبوا لنا في التعليقات، هل تتوقعوا اننا نقدر نتفادى الاصطدام ده لو حصل، ولا شايفين ان النهاية ممكن تكون قريبة جدا؟